السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه روبابيكيا، قناه ما نفهمش فيها في اي حاجه بس بنتكلم في كل حاجه. ورجعنا لكم بعد غيبه مش قصيره بس ما طولناش قوي، يعني بعد ما قعدنا فتره كبيره قوي في سلسله مايكل وبعد كده الفيلم وبعد كده خدت اجازه شويه، يعني كان في شويه حاجات كده ليها علاقه بالشغل وبعدها اجازه العيد، فرجعت لكم بمحتوى جديد خالص. انا عارف ان هو شكله غريب من بره، وزي ما انت شفت معانا الفيديو والانترو والثامنيل، احنا النهارده هنبدا سلسله جديده بقصه جديده، بس مش قصه زي ما احنا متعودين، مش قصه حاجه حقيقيه. القصه دي ممكن نقدر نعتبرها ان هي اول محاوله لعمل كوميكس مصري بيتكلم عن المالتيفيرس. القصه دي انا اللي كتبتها في وقت الكورونا، ما كانش فيه اي حاجه تتعمل، كل الحاجات اللي انا بحبها معمول لها بلوك بشكل ما، مش عارف امارس حياتي بشكل طبيعي. فالقصه دي طلعت مني قوي، وممكن في اخر السلسله اعمل لكم فيديو عن كواليس القصه دي وازاي اتكتبت وازاي اتعملت وازاي اتعمل بيها فيديوز. بس دلوقتي خليني اقول لكم ان القصه دي هتتعمل على اجزاء. القصه دي قصه كامله، بدايه ووسط ونهايه، انا كتبتها. واحب اقول ان طبعا لو لقيتوا فيه اي غلطات في شكل الصور، لقيتوا اي غلطات في القصه، فانا مش حد محترف، انا حد عملتها كهوايه. بما اني عندي القناه دي وبقول فيها كل اللي بيخطر على بالي، فقلت ليه ما احكيش القصه دي؟ القناه دي بتتمحور حوالين حكي القصص في الاوساط الفنيه، فليه ما اعملش حاجه وسط فني قصصي اقدر احكيه واعبر عنه بالشكل اللي انا احبه. طبعا انا كنت كاتب القصه دي عشان هي تبقى فيلم، كان طموح بقى، طموحي وانا مراهق شويه وانا شاب صغير يعني. بس هنشوف دي هيبقى مصيرها ايه، بس احنا هنجرب. انا عارف ان هي مختلفه خالص عن كل اللي قدمناه، بس ده ثيم القناه، احنا بنعمل كل حاجه. وطبعا من النقطه دي في الفيديو لحد اخر الفيديو انا مش هظهر، انتوا هتعيشوا مع القصه، بس انا هحكي، هكون انا الراوي اكيد، بس انا مش هظهر بوشي، انتوا هتعيشوا مع القصه، مع المزيكا اللي هتبقى محطوطه، مع الشخصيات، مع كل حاجه. انا مش هظهر غير في اخر الفيديو اقول لكم مناقشه الحلقه واسلم عليكم وامشي بس. فاجهز معايا صديق البرنامج عشان نشوف قصه نهايه زمن الخوف. ومن غير ما نطول عليكم مقدمات كتير اكتر من كده، يلا بينا نخش تفاصيل الحدوته. في أحد معابد مصر القديمة سنة 3053 قبل الميلاد، قاعد أكبر كهنة الفرعون فهرحتب الساحر كيناه بيمارس طقوسه في معبده، لحد لما بتجيله رؤية مرعبة بتخليه يوقف الطقوس وهو خايف، وبيجري يخرج بره معبده. وأول ما بيخرج بيغمى عليه والحراس بيجروا يلحقوه. الحراس بيشيلوه وبيجروا بيه على الدكتور الملكي بسرعة، وأول لما وصلوا عند باب الدكتور كيناه بيفوق وبيحاول ينزل ويتمشى ويستعيد وعيه، وبيتسند على الحيطة، بس بيفشل وبيغمى عليه تاني عشان الحراس يشيلوه ويدخلوه للدكتور ويبدأ يعمل معاه اللازم. بعد ما كيناه بيفوق بأقل من ساعة بيجي واحد من حرس الفرعون عشان يعلن عن قدوم الفرعون فهرحتب. أعلن عن قدوم مولاي الفرعون فهرحتب، نرجو إخلاء الغرفة ويتبقى فقط الساحر كيناه. الفرعون بيقعد جنب كيناه وبيسأله: إيه يا كبير الكهنة، شفت حاجة تستاهل تخلي الفرعون يقلق؟ صدقني يا مولاي، اللي شفته ده لا ما يخليكش تقلق، مفيش حاجة تانية في الدنيا ممكن تخليك تقلق. في أحد ميادين التدريب على القتال واقف جندي بيتمرن على استخدام الخنجر في جذع شجرة، لحد لما بيطلق صرخة غاضبة وبضربة واحدة بيقسم جذع الشجرة نصين. في اللحظة دي بيدخل عليه واحد من مراسيل الفرعون وبيقول له: جلالة الفرعون يستدعي قائد الجيش عنيال لقصره على وجه السرعة وللضرورة القصوى. في قصر الفرعون فهرحتب بيخش واحد من الحراس عشان يبلغ الملك بوصول قائد الجيش عنيال. بيرد الفرعون بسرعة وبيقول له: مستني ايه؟ خليه يتفضل فورا. بيدخل عنيال وينحني للفرعون وكبير الكهنة وبيقول: تحت امرك يا مولاي. الفرعون بيقوم من مكانه عشان يكلم عنيال وبيقول له: انت عارف يا عنيال ان انا كفرعون مصر وابن الاله امون دوري ان انا احمي المملكة دي في اي زمان وفي اي مكان وتحت اي ظرف. عنيال بيسمع الكلام ده هو بص على وش كيناه اللي قاعد في صمت وقلق، وبيرد على الفرعون وبيقول: اكيد يا مولاي، وانا مستعد اعمل اي حاجة حتى لو هموت في ارض المعركة، بس انا عايز افهم في ايه بالظبط؟ الحرب دي ضد مين؟ دي مش حرب يا عنيال، دي حاجة اكبر من كده بكتير، وان انت تموت دي مش هتبقى تضحية، دي هتبقى جايزة. وبيخرج الفرعون من الأوضة وبيقول له: انا هسيبك مع كيناه وهو هيفهمك كل حاجة. كيناه بيبدأ كلامه مع عنيال وبيقول له: قبل اي حاجة في 3 شروط لازم تبقى عارفها.
اول حاجة، طول فترة تأديتك للمهمة دي ما ينفعش تقول ايه اللي هيترتب على اي حدث هيحصل او مش هيحصل. تاني حاجة، ما ينفعش تتدخل وتغير اي حاجة بنفسك. تالت حاجة ودي الاهم، ان لازم المهمة دي تخلص بما لا يتعارض مع اول شرطين عشان تقدر تروح للعالم الاخر وتعيش في سلام. بيدخل كناه بصندوق ذهبي وبيحطه على ثالث درج من عرش الفرعون، وبيقول للفرعون: عينيال جاهز يا جلالة الفرعون. عنيل بيقف قدام الفرعون وبيسأله: هو اشمعنى انا؟ الفرعون بيرد عليه وبيقول له: عشان انت الاصلح للمهمة دي. انا فرعون مصر وحميها، بس انت الوحيد اللي عنده القدر الكافي من الذكاء والقوة والإرادة انه ينفذ المهمة دي. بيفتح كناه الصندوق وبيطلع جوهرة بنفسجي وبيحطها في صولجان الملك، وبيبدأ يلقي تعويذته على عنيال. تسحر نختنكم، تسحر أريكتك. اللي أول ما بيخلصها بينطلق شعاع بنفسجي على عنيال، وعنيال بيصرخ من الألم. من قوة الشعاع بيبدأ يتحول لألوان الطيف السبعة، بس كناه مش بيوقف وبيستمر لحد لما الضوء بيقلب أبيض، وعنيال جسمه بيبدأ يطلع دخان بشكل رهيب وبيقع على الأرض من كتر الألم قدام الفرعون. كناه بيطير بعيد من قوة الشعاع، وعنيال بيقوم يقف وبيقول: حامي مصر جاهز لتأدية مهمته. وده كان شابتر 0 في قصة نهاية زمن الخوف. الشابتر ده هو اللي بيقول لنا البري ستوري بتاعتنا وبيحط المود كده بتاع القصه، وانا عارف ان هو قصير شويه لان الحلقه كلها 10 دقائق، القصه نفسها منها 5 دقائق بس جوه الحلقه تقريبا، فالقصه نفسها والحاجه اللي انتوا خدتوها من القصه مش كبيره، بس نقدر نعتبر ان ده تيزر للقصه او حاجه بتورينا القصه دي ممكن تروح فين. بصراحه انا كنت بفكر انزل شابتر 0 وشابتر 1 في نفس الحلقه، بس حسيت ان انا عايز اجرب الاول اتست اشوف كده الناس ممكن تشوف الستايل ده ايه، هل هيعجبهم، هل مش هيعجبهم، هل ممكن يحسوا ان هو غريب، هل ممكن يتقبلوه، هل ممكن الناس تندمج في القصه لما تشوف القصه بتتحكي بطريقه زي دي. انا في الاغلب هكمل وهنزل القصه كلها يعني، لان القصه دي انا بحبها جدا وكان نفسي احكيها، فانا هحكيها ان شاء الله تنول استحسان الناس يعني. انا بس كل اللي عايزه ان اي حد يشوف القصه دي ويكملها شويه يخش يقول لي في الكومنتس هو شايف ايه، يقول لي رايه بمنتهى الصراحه. يعني لو في مثلا 20 شخص شافوا القصه دي، فال20 يقول لي رايهم في الكومنتس. معرفش هل دي ممكن تكون حاجه حلوه ولا لا، معرفش هل التيزر ده مشوق كفايه ولا لا، بس هنكتشف مع بعض. فبس كده يعتبر دي نهايه الحلقه بتاعتنا. انا حبيت اخد رايكم والمناقشه دي في الكومنتات. قول لنا انت ايه رايك في القصه دي ممكن تروح فين، عجبك اصلا دي كتيزر، عجبك اسلوب القصصي ده الكوميكس اللي بيتحكي، خصوصا ان هو مش منتشر قوي في الوطن العربي. وهحاول انتظم ان انا انزل كتير لان الحلقات دي بتاخد وقت ومجهود اكبر في عمل الصور والفويس اوفر والمزيكا والحاجات دي كلها، بس ان شاء الله هحاول انتظم، مش هتبقى زي مايكل جاكسون يعني. بس كده دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار اول ما ننزل حلقه جديده. وبس كده، سلام.